السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو جديد في قناة وصفات وفنون هدى جيرة. يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ يا جماعة، يا ريت ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتعملوا زرار الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل إشعارات بالفيديوهات الجديدة بتاعتي اللي بنزلها. النهاردة فيديو بسيط، لكن في نفس الوقت أنا شايفة إن هو مهم قوي. فيديو عن حاجة كلنا بناكلها كل يوم، الأطفال بتحبها جدا، تقريبا هي أكلتهم المفضلة. حاجة ما بنستغناش عنها أبدا، أو في العشاء أو حتى كمان في الغداء، جنب أكلات كتيرة ما نستغناش عنها. جنب البانيه، جنب أكلات كتيرة ما ينفعش أبدا الأكلة تكمل من غيرها. البطاطس المحمرة يا جماعة، على قد ما هي بسيطة بس بجد بنحتاج ان هي ناكلها وتبقى بنفس الطعم بتاعت بره اللي بنشتريها جاهزة. فالنهاردة جبت لكم سر القرمشة، ازاي تعملوها وتبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه، وتبقى مش شاربة زيت، تبقى شبه اللي بناكلها كده في المطاعم، واحلى كمان لان ضامنه نظافتها وان هي ما فيهاش مواد حافظه او اي حاجه طازه كده. فنبدا كده بسم الله. اول حاجه يا جماعه تختاروا البطاطس، يعني اللي هي تكون بطاطس التحمير، تكون مثلا البطاطس اللي هي انتوا عارفين ان هي كويسه، تسالوا البياع او انتي تشتريها من بياع انتي عارفه ان هو انتي ضامناه وضامنه ان البطاطس دي تحمير عشان تديكي نتيجه كويسه. تمام. فهنجيب البطاطس كده ونقشرها ونتاكد ان ما فيهاش اي حاجه من القشر يعني. هنقطعها ازاي بقى يا جماعه؟ زي ما احنا شايفين كده، يعني تقطيعات عريضه، مش رفيعه او مش اللي هي العاديه اللي احنا بنعملها عادي بتبقى ارفع من كده، لا انا عايزاها شايفين زي ما انتوا شايفين كده تكون عريضه. فانا بقطع البطاطسايه يعني نصين كده، وبعد كده بقطعها شرايح كده تكون عريضه، يعني تكون عريضه شايفين زي دي كده، حوالي مثلا نص سنتي كده بالطول وبالعرض، مش اقل من كده، علشان لما تتحمر تبقى ليها قلب كده من جوه وتبقى مقرمشه من بره. فهقطع بقى الكميه كلها، شايفين دي كمان انا قطعتها ازاي، مش تقطيعات رفيعه. تمام كده. تمام كده هشطفها بقى كويس واحط لها شويه ملح، واسيبها على جنب. هسخن بقى الزيت علشان اللي هقلي فيه. ممكن انتوا يا جماعه لو يعني ممكن تحطوا الزيت الاول على النار يسخن على ما تقشروا البطاطس علشان تكسبوا وقت. لكن انا هنا عملت كده، قشرت البطاطس الاول لان انا هعمل لكم طريقه بطاطس تاني. فقلت اعملها كده على ما الزيت يسخن. تمام. دي البطاطس اهي اللي انا مقطعاها معاكم عشان اقليها. هعمل لكم بقى طريقه تانية للبطاطس، طريقه صحيه. كنت شفت دكتور على اليوتيوب قال عليها، هي مش هتطلع طبعا مقرمشه ولا حاجه، بس هي صحيه للاطفال وكده. يا ريت تعتمدوا الطريقه دي لان هي دي صحيه اكتر من البطاطس المحمره. يكون دي تعملوها دايما، والبطاطس المحمره بقى تعملوها كده من وقت للتاني على فترات يعني. فهنا البطاطس برضو قشرتها وغسلتها، وهقطعها تقطيع عاديه جدا من اللي احنا بنعملها كل يوم يعني، مش كبيره ولا حاجه، تقطيع عاديه خالص رفيعه. تمام. مش هملحها بقى لان انا هملحها في الصينيه اللي انا هحطها فيها، او لو قلبت فيها الملح برضو كده مفيش مشكله. الطريقتين بيدوا نفس النتيجه عادي، وبتبقى بتطلع مملحه في الاخر وطعمها لذيذ. هنا بقى يا جماعه الزيت سخن، هحط فيه البطاطس اللي انا قطعتها تقطيعات عريضه في الاول، وهقلبها كده تقلبتين علشان البطاطس ما تمسكش في بعضها. تمام. هسيبها بقى شويه في الزيت، وهي على النار كده هعمل البطاطس التانية اللي انا قطعتها تقطيعات عادية ورفيعة عادي. هجيب صينية كده تيفال او عادية، احطها فيها البطاطس. تمام. اكون مصفياها بقى كويس من المية، واجيب مكعب زبدة كده او مكعبين صغيرين،
احطهم على البطاطس، واحط كمان رشة ملح علشان انا ما حطيتلهاش ملح في الاول، واقلبهم بقى تقليبة كويسة كده. برضو يعني على طول زي ما انتوا شايفين. واخدها بقى احطها في الفرن. اطلع الرف اللي هو الشبكة دي، اطلعها فوق كده، اقربها من الشواية، واشغل الشواية، واسيبها بقى تحت الشواية كده مباشرة. دي هتستوي تحت الشواية. يبقى كل الفكرة ان هي بزبدة وملح بس. دي صحية يا جماعة جدا. الزبدة طبعا انتوا عارفين ان هي صحية، وطريقة التسوية دي صحية، ولا قلي بقى ولا اي حاجة. لانه التحمير ده برضو يعني بيبقى شوية مش صحي، يعني تحمير في الزيت. فهي دي فكرتها كلها، ان هي هتستوي كده بزبدة تحت الشواية من غير تحمير. تمام. هسيبها بقى وارجع للبطاطس اللي انا حطاها في الزيت على النار. البطاطس كده يا جماعة فات منها حوالي، يعني بقالها على النار حوالي 5 دقايق. شايفين شكلها؟ يا دوب هي ما احمرتش. هطفي عليها بقى، هقلبها تقليبه كده واطفي عليها. يا دوب هي يا دوب عامله كانها مسلوقه، لسه طريه. فما اقلبهاش بقى كتير، او ما اقلبهاش بالجامد، بالراحه خالص كده، لان هي ممكن تتكسر. فخلاص هطفي عليها بقى واسيبها في الزيت زي ما هي مكانها، مش هطلعها. تمام كده. وهتابع بقى البطاطس اللي في الفرن، اللي تحت الشوايه، هقلبها كده تقليبه. وهسيبها بقى تاني تكمل سواها. هنا طبعا البطاطس اللي في الزيت، انا عايزه الزيت يبرد عليها، يعني هسيبها شويه. اول ما الزيت يبطل غليان، شايفين المنظر؟ خلاص كده الزيت هدي خالص، ما بقاش سخن. تمام اهو. وبرده مش اللي هو بقى بارد قوي. يعني انا الفكره ان انا سبتها مثلا حوالي 5 دقايق كده، مش اكتر، لحد بس ما الزيت هدي شويه. تمام. بعد كده هولع عليها تاني. هسيب بقى تاني الزيت يسخن، وتكمل بقى سواها. الفكرة يا جماعة ان احنا بنطفي على البطاطس ونسيبها، ونرجع بعد كده نولع عليها تاني بعد ما الزيت بيبرد. فبتدينا الأداء بتاع كأنك كده بالظبط سلقتيها وبعد كده حمرتيها. فبتدي بقى اللي هي القرمشة من بره، وان هي تكون طرية من جوه. فلو انت هتعمليها ما بتاخدش وقت خالص. اعمليها قبل ما تعملي الأكلة بتاعتك، واطفي عليها وسيبيها على جنب. وفي الآخر خالص ولعي عليها تاني بعد ما تخلصي الأكلة. لو هتعملي بانيه أو أي أكلة، روحي مولعة على البطاطس تاني في الآخر. مش هتاخد وقت خالص، لأن هي تقريبا يعني يعني نص تسوية. تمام. فمش هتاخد وقت خالص. هنطلعها بقى. هنا هنشوف البطاطس التانية اللي هي في الفرن، خلاص اللي تحت الشواية خلاص كده اتحمرت. شكلها جميل ولونها ذهبي كده ولذيذة. هطفي عليها بقى واطلعها، هحطها في طبق كده. تمام. ده شكلها. نرجع بقى للبطاطس التانية. شايفين لونها بقى ذهبي وجميل ازاي؟ اعملوها يا جماعة، حلوة قوي. وهتوفر عليكم كتير، لان احنا ولادنا بيحبوا البطاطس اللي هي بتاعت بره دي. شايفين بقى؟ انا هفتح لكم كده كذا واحدة. شايفين طرية من جوه ازاي، ومقرمشة من بره. شايفين عاملة ازاي؟ بصوا القرمشة، يعني مش عارفة باينة ولا لأ. والله يا جماعة جميلة جدا وهتعجبكم. وكمان ما بتشربش زيت خالص. بصوا بقى منديل المطبخ اللي انا كنت مطلعه البطاطس عليه، شايفين؟ يعني كام نقطة زيت كده، مش كتير خالص، مش غرقان زيت يعني. فهي فعلا الطريقة دي بتخليها مش ما تشربش زيت خالص. لو في رمضان بقى وهتعملوها على السحور، كنت دايما بعملها، بتعجبني قوي، ولا مش بتعطش بقى لانها مش شاربة زيت. ده شكل البطاطس بقى. دي البطاطس اللي هي المحمرة، ودي البطاطس اللي معمولة في زبدة ومشوية في الفرن. الطريقتين اطعم من بعض. بصوا يا جماعة البطاطسية دي ازاي منفوخة. شايفين؟ انا قربتها كده من الكاميرا، كأن فيها هوا كده من جوه، مقرمشة من بره اهي. شايفين؟ تحفة كلها كده. البطاطس حلوة قوي ولذيذة. حطوا كده جنبها كاتشب. وجربوا الطريقتين يا جماعة، ولو عجبتكم اكتبوا لي في كومنت وشيروا القناة واعملوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.